جوزك نفسه ياكل اكله حلوه وانت على الله حكايتك، اهي دي بقى اكله سنه اولى مطبخ في 10 دقايق ومن غير مواعين، وكل حاجه هتحطيها على بعضها. محتاجه اوصف لك قد ايه حته اللحمه دايبه دوب، بصوا دوبان. حالا جربوها. الطاجن اللي احنا عملناه ده ينفع معاه اي نوع لحمه، بس انا بحب جدا لحمه السن في الطواجن دي، بتبقى ناعمه وبتدوب وبتبقى طريه كمان في الاكل، ما بتبقاش جامده. دي قطعيه لحمه من السن، اي جزار عارفها عادي، مفيش اي مشكله. انا جبت كيلو ونص، اخدت منهم كيلو الا ربع والباقي شلته في الفريزر. بقطعها لمكعبات بالحجم اللي حضرتك شايفاه ده، حجم مكعبات صغيرة مش كبيرة ومش صغيرة أوي. ويا سلام بقى لو حطيتِ على اللحمة دي حتة دهنة والّا حتة ليّة، بتنقل الوصفة في حتة تانية خالص. كان عندي حتة دهنة من بتاعة اللحمة، فقطعتها مكعبات وحطيتها مع اللحمة اللي عندي. باجيب الطاجن اللي عندي ماسحاه مسحة زيت أو مسحة سمنة، وباحط كل المكونات على بعضها من غير ترتيب. كان عندي بصل قوارمة حطيته، وحطيت كمان بصلتين متقطعين صغيرين، يعني لو هتحطي بصل كبير بصلتين كبار وتقطعيهم، طماطمتين 2 كبار برضه وتقطعيهم، فلفل أخضر، فلفل ألوان، فلفل spicy اللي متوفر عندِك، معلقتين كبار صلصة طماطم، ملح وفلفل أسود وشوية حبهان وزعتر وروزماري لو موجود، وحطيت كمان تقريبًا معلقتين كده زيت كوباية مَيّة صغيرة، وباقلِّب كل الحاجات دي مع بعضها بإيدي كده، وبعد كده باساوي بقى الصينية. آخر حاجة بقى دي اختياري، لو حابة تحطي قرنين فلفل حراق كده على الوش بيدّوا نكهة حلوة، بس أنا ما بافتحهمش عشان ما تخلّيهاش حراقة أوي. حطيت كمان معلقة زبدة كده قطّعتها شرايح صغيّرة على الوش أو ممكن سمنة بلدي، وباغلّفها بالفويل وبورق الزبدة الأول، وباغلّفها كويس وبادخّلها فرن مسخّن مسبقًا على درجة حرارة 240 في الرف الوسطاني، بتقعد أول ربع ساعة كده على الحرارة العالية، وبعد كده بانزّلها ل180. مدة التسوية كلّها من ساعة وربع لساعة ونُص، وبتطلع عندي اللحمة بالدوبان ده. باقدّمها بقى مع الرز بشعرية، مش قادرة أقول لِك قد إيه حلوة وبتكون دايبة وطعمها خطير.